طبعا كلنا شفنا المستوى العالمي القوي جدا اللي قدمه فريق بيراميدز قدام نادي الزمالك. اللي انا عايز اقوله بقى رسالة لفريق ولاعيبة نادي بيراميدز. عايزين بقى نشوف قدام النادي الاهلي اللعيبة التنانين المجنحة اللي بتطير في الجو، اللي بتمشي على الحيط. عايزين نشوف بقى باور رينجر، وعايزين نشوف مازنجر، وعايزين نشوف سلاحف النينجا، وعايزين نشوف المتحولون. عايزين نشوف كل الناس دي قدام النادي الاهلي، عشان انتوا قدام الزمالك كنتوا بطة بلدي. وما تنسوش كمان نشوف معاكم لعيبه زي رونالدو وميسي ونيمار ومبابي. احنا عايزين اللعيبه بتاعتكم تنط كده في الحيطه وتمشي على الحيطه وتخرم الحيطه. عايزين نشوف الفرق في المستوى اللي كان قدام الزمالك، ونقارن بين الفرق في المستوى اللي هيبقى قدام النادي الاهلي. الكلام ده موجه لنادي الاسيوطي سابقا وبيراميدز حاليا. اوعوا تنسوا، عايزين نشوف المستوى الحقيقي قدام النادي الاهلي اللي اصلا هو في العادي ما بيعرفش يكسبكم. فلما بقى هتطيروا في الجو مش عارفين هيعمل معاكم ايه بصراحه، وربنا يسترها. وانت يا اهلي شد حيلك شويه واكسر العقده دي. لعيبه خليكوا رجاله في الملعب واكسبوا الفريق ده عشان حتى المركز الثاني. ولازم نقول ان لسه البطوله ما خلصتش. الاربع ماتشات اللي باقيين دول اللي فيهم بيراميدز وزمالك وانبي ومصري، دول احنا عايزينهم بعيد عن اي حاجه وعن اي بطوله بقى، عشان بقى بصراحه احنا استحملنا بما فيه الكفايه. وجه الوقت ان انتوا مش هترضونا على فكره، بس يعني ايه، اعملوا اللي عليكم عشان خاطر شكلكم انتوا، مش عشان خاطر شكلنا احنا. ركزوا وان شاء الله اللي جاي خير. اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا. سلام.